السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. وان شاء الله اتمنى انكم تكونوا كلكم على خير. الاصدقاء الغاليين وطبعا اصدقاء الزمالة. وان شاء الله رمضان يجي علينا واحنا دايما في صحة وخير ان شاء الله. يلا بينا بقى بمناسبة رمضان كده هنعمل شوية مخللات. والنهاردة هنعمل مع بعض الليمون المعصفر أو الشبيه للمعصفر. بيكون حلو جدا جدا جدا. وطبعا مفيش غنى عن مخللات في رمضان وغير رمضان. يعني في أيام الشتاء بتكون المخللات حلوة جدا جدا. في أيام الشتاء كده والبرد بتكون المخللات لها طعم تاني. هنعمل مع بعض كده شوية ليمون حلوين قوي قوي. والليمون متوفر جدا في السوق وبيكون حلو وجميل. وهقول لكم برضو لو مش حابين تضيفوا عليه المية بالشكل اللي انا ضفته ده هقول لكم تعملوا ايه. بس طبعا الاول حطوا لي لايك فضلا وليس امرا، بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات. طبعا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات، وان شاء الله تكون فترة خير يعني. وإن شاء الله بدعمكم وحبكم هنوصل وهنرجع تاني نشتغل. أول حاجة هنبدأ بيها هي إيه؟ هنحط حلة على النار فيها مية بتغلي، وهنضيف ليها شوية ملح. أول ما المية تبدأ إنها تغلي معايا هنضيف شوية ملح، وهنبدأ بننزل بالليمون وناخده قلبة واحدة. يعني إيه قلبة؟ أول ما يبدأ إن هو يغلي كده ويفتح كده هنقوم مصفيينه من المية السخنة على طول، ونبدأ إن إحنا نحطه في مية باردة ونسيبه ونصفيه لغاية ما يبرد تماما. هنا بقى بعد ما برد معايا تماما جبته كده في الطبق وبضيف عليه كمية الملح. طبعا دولت كانوا حوالي من 2 كيلو ليمون او 3 كيلو بالعدد كده، فكمية مش كبيرة. فانت لو حابة تكتري الكمية مفيش اي مشكلة. هنجيب الليمون. طبعا الليمون ده شبيه للمعصفر اللي هو بيتعصفر بتشق، يعني علامة زائد من كده، علامة زائد من الجنبين. لكن انا مش بعمله علامة زائد، وبعمله بالشكل ده وبيكون حلو وجميل جدا. بيكون نفس الطعم بالظبط، مفيش اي اختلاف. ضفنا الملح على الليمون يعني حوالي من 4 أو 5 معالق كده. وضفت كمان معلقتين كبار عصفر، وكمان معلقتين كبار حبة البركة. ودول أساسي في تخليل الليمون أو الزيتون بيكونوا معاه. وطبعا معلقتين هريسة شطة. وهريسة الشطة لا غنى عنها في عمل المخللات. طبعا هي اللي بتدي لها الطعم، وهي اللي بتخليها تكون طعمها حلو وحراق. وكمان هنضيف مع بعض كده معلقتين من الزيت. وهقول لك برضو لو انت مش حابة تضيفي مية هقول لك تعملي ايه عليه، انا مش ناسيه الحته دي. هنا بقى في تكايه كده حلوه هنضيفها للليمون، هتخليه حلو جدا جدا وهتودي طعمه في حته تانية خالص. هي ايه؟ هقول لكم عليها اهوت. طبعا المعلقه ديت او التكايه دي كلها موجوده في مطابخنا المصريه وفي كل مكان. معايا كده معلقه من الكزبره الناشفه اللي بنستخدمها في المطبخ وفي اكلاتنا. هنضيفها كده على الليمون بتخليه حلو جدا، وجربيها ان شاء الله على ضمانتي وهتشوفي الفرق انت بنفسك. وضفت هنا كمان فلفل حامي صحيح، اسماه نصين بالشكل ده كده. والفلفل ده هو مش بارد، هو حامي. لازم تضيفي مع المخللات اللي هي بتغيب فترة، اللي هي زي الليمون وزي الزيتون، تضيفي معاه المخلل اللي هو الفلفل اللي هو الناشف الحامي، اللي هو يعني بيغيب اكتر علشان ما يتهريش في المية. لكن انت لو هتضيفي مثلا شوية جزر على شوية لفت، لا لو هتضيفي الفلفل البارد عادي مفيش اي مشكلة خالص. قلبنا هنا كويس جدا كده كل الحاجات اللي احنا حطيناها على الليمون، العصفر وحبة البركة والزيت والملح ومعلقة الكزبرة. وحبينا بقى نقلبهم كده تقليبة. هنا بقى الليمونة بتشرب من طعم الحاجات ديت وبتخليها طعمها زي المعصفر بالظبط، مفيش اي اختلاف. بدل ما نحط الحشوة في النص احنا غلفناها بيه كده. هنجيب بقى البرطمانات بتاعتنا، اي برطمانات متوفرة عندك مفيش اي مشكلة خالص، وهنعبي فيها. بس الاول هنضيف كده ايه كام عصير ليمونة كده هنعصرهم
عليه. وهقول لك ليه بنعصر الليمون عليه كده بالشكل ده كده، يعني ممكن ما نعصرش وممكن نعصر، بس هقول لك احنا بنعصر ليه. علشان طبعا يعني الفايده ناخدها، وعشان ما يجيلهوش اي اضرار. وزودت كمان كده معلقتين برضو من الزيت، هقول لك ليه طبعا. اللي خلاص انا هعبي كده في البرطمانات المتوفره عندي، واي برطمانات متوفره عندك مفيش اي مشكله، عايز تعبيه كله في برطمان واحد ماشي، عايز تعبيه في برطمانين صغيرين ماشي، كله شغال ومش هيقول لك لا. تمام كده. اللي مش حابب بقى يضيف ميه للمخلل، هيكتر كمان الزيت، يعني بدل ما هي ربع كوباية هيخليها نص كوباية. تمام. وهيزود كمان عصير ليمونتين. وهتمسكي بقى البرطمان، هتحطيه جنب منك في المطبخ كل يوم، وانت في المطبخ كده وشغالة، هتمدي ايدك على البرطمان تقلبيه مرة كده ومرة، يوم كده ويوم كده، لغاية ما عشان الزيت والليمون يلف في البرطمان كله وما يعملش طبعا عفن. لو انت مش حابة تضيفي مية، تمام. لكن انا بضيف ميه، مش عايزه تضيفي مفيش اي مشكله، مش هيجرى له اي حاجه وهيتخلل، بس انت هتزودي الزيت والليمون شويه برضو. تمام. هنا بقى انا عبيت في البرطمانات زي ما انتم شايفين. وطبعا لو حابين تحطوا فلفل حامي صحيح بيكون طعمه خطير خطير خطير، وبيكون حلو جدا، بس لازم يكون حامي وناشف علشان يستحمل مده الغياب اللي هي شهر او شهر ونص او شهرين. انا بصراحه الفيديو ده كان قديم جدا، وكنت عاملاه مع تخليل الزيتون، و فبس ما كنتش نزلته، وحبيت انزله دلوقتي لو حد حابب ان هو يعني يستفاد ويعمل الليمون لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وطبعا رمضان على الابواب. جبت بقى الميه اللي هو المحلول الملحي، لو انت مش حابه تضيفيه مفيش اي مشكله، زي ما قلت لك هتزودي الزيت وعصير الليمون وخلاص، هتقلبي البرطمان كل يوم على ناحيه وخلاص كده. لكن انا هنا هضيف ميه محلول ملحي، اللي هو ميه مغليه وبارده، ولازم تكون بارده، وهريسه شطه وملح. بقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده، وبعد كده هاخدهم بقى واضيفهم على كل الحاجات اللي احنا حطيناها في البرطمانات. وطبعا هنحكم البرطمانات كويس جدا جدا. ولو في قشور ليمون معايا هحطها على وش البرطمان علشان تحكمه، وعلشان برضو تكون طبقة عازل بين المخلل وبين البرطمان. تمام كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسنيش باللايك فضلا وليس امرا، بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. وطبعا دعواتكم الجميلة، وربنا ييسر اموركم وييسر احوالكم. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. انا قلت لكم ان الفيديو ده قديم علشان كنت عاملاه مع فيديو الزيتون، بس احنا ما شاء الله يعني اكلنا برطمان ليمون كده كان خطير، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.